عايزك تتخيل معايا ان انت تصحى في يوم وليله تلاقي الوحوش دمرت البلده كلها، بيدمروا وبيخربوا في الدنيا كلها بلا رحمه، وفي وسط الخراب والدمار ده كله يشاء القدر ان انت الوحيد اللي تفضل عايش. بعدها يشاء القدر وتحصل لك معجزه وتكون انت الامل الوحيد للبشريه. فاهلا ومرحبا بكم اعزائي في اكاديميه الفرسان. بيبدأ الانمي بتاعنا مع القائدة فاري وهي واقفة وسط الدمار والخراب في قرية كاملة. القرية اتدمرت واتدشملت على الآخر ومفيش أي حد من أهلها لسه عايش. بتكون حزينة جدا وقتها لأنها وصلت متأخر، وفي اللحظة ديت بتيجي المساعدة بتاعتها إلين وبتقول لها إن مفيش ولا حد في المكان حي أبدا. فبيقرروا وقتها إن هم يمشوا بسرعة من المكان هنا ويروحوا يلحقوا باقي القرى اللي جنبهم قبل ما تتدمر. في نفس الوقت بقى القرية اللي جنبهم كانت بتتدمر بالفعل وبتتعرض لهجوم مرعب من وحش الكوشز، ودي بقى مخلوقات غريبة بتاكل البشر علشان تزود قوتها وعددها وحجمها. وسط الدمار والخراب ده كله بيكون في واحد من اهل القريه بيكون اسمه نيمو، ودوت طالب في اكاديميه جراند. المسكين بيحاول يجري بكل قوته يهرب من الوحوش اللي كانت بتطارده، ولكن الوحوش حصرته من كل ناحيه. الواد استسلم وقال خلاص ديت نهايه، انا هموت زي باقي الناس، فات الاوان. لكن وفجاه يسمع صفاره قطر جاي من بعيد جدا وجاي معاها الامل. بيظهر ساعتها هاله زرقاء قويه جدا في المكان بتملاه وبتحرق الوحش ده، ومن وسط الدمار بتطلع محاربه قويه وهي البنت فاري. البنت بتنطلق وبتقاتل بكل ما اتاها من قوه علشان تلحق الولد نيمو والوحوش اللي كانت محاصره ماليه الدنيا. فاري كانت فاكره ان هي قويه وهتخلص عليهم، بس اخدت بالها لحظه من اللحظات ان سحرها مش كفايه قدام العدد الكبير ده، فقررت وقتها ان هي تستدعي قوه خليفتها الفارسه يانوميا. وفجاه وبدون اي مقدمات شكل البنت فاري بيتغير تماما، تتحول لفارسه جباره بشكل مرعب. بتنطلق بكل قوتها وفجاه بتخلص على الوحوش بتاعت الكوشي كلهم مره واحده. بعدها بتاخد الولد نيمو معاها في القطر وبتعرفه ان هي فارسه من اكاديميه جراند، وان هي خليفه روح الفارسه يانوميا، ودي الفارسه اللي بتمنحها شكلها وقوتها وقت المعركه. وبنعرف ان اللي بيحصل دوت بيكون في حياه الفرسان مسمى بعمليه الخلافه. نيمو وقتها اتكلم بكل حزن وقال لها على فكره انا لسه طالب صغير في الاكاديميه، معرفش اي حاجه، هو مش واثق لحد دلوقتي ممكن يبقى فارس في يوم من الايام ولا لا، او ممكن يحصل على خلافه من واحد من الفرسان القدامى ولا ايه. علشان البنت فاري تبتسم وتقول له خد بالك ما تفقدش الامل، القدر مدهش جدا وهيفاجئك باللي انت مش متوقعه ابدا. بس وفجاه هم لسه بيتكلموا يا صديقي بتحصل صدمه. وحش من الوحوش الضخمه اللي كانوا بيقاتلوهم بيكون لسه عايش وبيهجم على القطار وبيدمر امه. كلهم وقعوا بره القطار وفقدوا الوعي تماما، ولكن الولد نيمو فضل فايق وشاف البنت يونوميا وبتحاول تصد في المعركه بتاعتها بالرغم من اصاباتها الكبيره. كانت بتعافر بكل قوتها، ولكن وفجاه بيطلع قدامها الوحش العملاق المدمر. نوميا بيقرر انها مش هتستسلم ابدا، وبالرغم من كده بتجري عليه بكل قوتها وترفع سلاحها في الهواء وتنزل عليه بضربه واحده بس بتقسمه نصين. المفاجاه والصدمه بقى صديقي ان الوحش بيرجع يتجمع مره تانية قدام عينيها. لا ومش بس كده، ده بيزيد حجمه اكتر واكتر وقوته بتزيد، وواضح ان الحرب دي مش هتخلص ابدا. البنت وقتها بتستدعي قوه الغضب بتاعتها وبتعمل درع قوي جدا من النور، وبتطلب من الولد نيمو ان هو ياخد إلين ويهربوا حالا. لكن نيمو بيقول لها لا، ده على جثتي انا مش هسيبك واهرب ابدا في المعركه. وفجاه بتحصل المفاجاه واللي ما كانش محسوب ابدا، بتطلع دعوه الخلافه من الملكه العظيمه سيراس، وفي اللحظه ديت بينتقل نيمو لمكان تاني تماما. المكان بيكون هادي جميل وحديقه كلها اشجار بجواهر بدل الورق، ومنظر يخطف العين حرفيا. نيمو واقف مستغرب وعمال يتلفت حواليه وبيقول انا فين، بس وفجاه بيسمع صوت قوي جدا جاي من المكان. ايوه صوت الملكه سيراس يا جماعه، دي الاسطوره اللي بتختار الطلاب الضعفاء وتمنحهم قوه الخلافه لفرسان الزمن القديم. ووقتها سيراس بالفعل بتعرفه ان هو تم اختياره من القدر علشان يكون الفارس الاقوى. نيمو ساعتها ما كانش مصدق. ايوه يا عم نيمو ابسط يا عم. الواد وقتها اختار القوه علشان يروح ينقذ البنت يونوميا وكل البشر اللي مدعوكين حرفيا من الوحوش. وبالفعل بتتحقق امنيه الولد نيمو. فجاه بنشوف فارس واقف قدامه يا صديقي، بيكون شكله قوي ومرعب. بيقرب الفارس من الولد نيمو بيقول له بص يا معلم، انا وانت رغباتنا واحده وقوتنا واحده، ومن دلوقتي هنحارب الشر والفساد. وفي غمض البصر الولد بيرجع مكانه مره تانية وبيلاقي البنت نوميا لسه واقفه بتحميهم وبتصد الوحوش لوحدها. وقتها نيمو بيجمع كل قوته وبيهجم على الوحوش فورا، وايده فيها قوه جباره وبيضرب الوحش ضربات متلاحقه. بيمسك الخنجر الضخم بتاعه بيغرزه بكل قوته في عينه. البنت
البنت فاري واقفه مش مصدقه اللي هي بتشوفه. ايه ده معقول؟ هو الولد الضعيف حصل على الخلافه؟ وفي نفس اللحظات روح البنت نوميا تظهر في المكان وراه وتطلب منها ان هي تثق فيها. وفي هجوم واحد رهيب نوميا ونيمو يقدروا يخلصوا على الوحوش نهائيا. وبعد كده المعركه بتخلص بالفعل يا صديقي وتكون اتختمت تماما والبنت فاريه ترجع لشكلها الطبيعي. بتشكر نيمو على شجاعته وبتعرفه ان هو من النهارده هيكون واحد منهم، بس لازم يعرف ان الخلافه مش مجرد قوه. الخلافه هي اندماج روحين فارس جديد وفارس قديم مع بعض. وكمان بتعرفه ان هي لسه مش مكتمله قدامه طريق طويل جدا علشان الخلافه تكتمل. المهم وبعد كده بنشوف الولد نيمو هو والبنت فاري وهما بيوصلوا للاكاديميه بتاعتهم. وهناك بقى بيقابلوا واحد بيجري بعربيه كبيره وعليها تنين وبيطلع الراجل دوت هو الفارس جو. وده خليفه فارس قديم قوي جدا بيكون اسمه سبايك ذو القلب الجليدي. كان شايل التنين اللي قدر يخلص عليه في معركه جباره من شويه وفرحان جدا. جمده في كره تلج وجابوا للاكاديميه بسرعه علشان العلماء يدرسوه ويحللوا كل حاجه فيه. المهم وبعدها بننتقل في غرفه الاجتماعات في مجلس الطلبه في الاكاديميه ومجموعه من الفرسان قاعدين مستنيين القاده. وفجاه فاري بتدخل عليهم وبترحب بيهم وبتعرفهم بالولد نيمو. بتقول لهم ان هو بقى فارس معاهم من دلوقتي، فالكل بيتصدم وبيعترض على القرار ده. ازاي طفل صغير ما عندوش اي خبره في القتال يبقى فارس من الفرسان السبعه؟ ايه يا جدعان ما تسيبوا الواد في حاله، ده الواد كحيان وبيكح تراب. لكن البنت فاري وقتها تقول لهم الولد تعبان وغلبان والقدر اختاره تماما. انا وإيلين اول لما شفناه اعتقدنا ان هو يكون حاجه كبيره في المستقبل للفرسان السبعه. بعد كده فاري تطلب من الولد جو ان هو يكون مسؤول عن الولد نيمو لحد ما يعرف الاكاديميه ونظامها ويدربه ويعمل له كل حاجه. فجو بالفعل بيفرح وبياخد نيمو وبيعرفه على المكان كله وبيوقفوا قدام تمثال الفرسان السبعه. التمثال ده موجود في نص الاكاديميه كده دايما وبيعرفه ان هو رمز فخر الفرسان السبعه. المهم يا صديقي وهما بيتكلموا فجاه بتظهر واحده بيكون اسمها صوفي وبنعرف ان هي امينه المكتبه في الاكاديميه. واول لما بتشوف الولد نيمو بترحب بيه وبتقول ان هي مبسوطه جدا ان هو انضم للفرسان السبعه. اكتر حاجه مفرحاه ان هو خصوصا اتكلم مباشره مع ملكه الفرسان سيراس وده دليل ان هو قدامه مستقبل كبير. البنت تفتح كتاب في ايدها بعد كده وتقول له في نوعين في الاكاديميه من الفرسان، في طلبه مميزين الاكاديميه هي اللي بتختارهم وفي ناس القدر هو اللي بيختارهم يا نيمو. انت من النوع التاني اللي القدر اختارك بنفسه، اختارك قدام الجميع. ولازم تعرف ان القدر لا يخطئ ابدا في اختياره للاشخاص واحنا منتظرين منك مفاجاه كبيره. المهم وبعد يوم طويل جدا ومرهق في التدريب والدراسه جو بياخد نيمو وبيوديه لسكن الطلبه وفي نفس الليله بنشوف الولد جو قاعد بيتدرب بكل قوته. وفجاه كده بيظهر روح الفارس سبايك وراه بيتكلم وبيقول له الغيره والغضب هم نقطه ضعف عند الفرسان ودول ممكن يقتلوك فخلي بالك يا جو. علشان جو يرد عليه ويقول انا مش غيران من الولد الطفل ده، انا شايف الناس كلها بتحتفل بيه ومهتمين بزياده عن اللزوم، انا بس عايز اكون اقوى منه. المهم وتاني يوم بعد الدراسه بنشوف الولد نيمو لما بيقابل غريس اللي قابله في مجلس الفرسان. غريس بيطلب منه ان هو يوصل دواءه ومركبه العمل الكيميائي علشان هم محتاجينه ضروري. وبالفعل نيمو بيوافق على طول وبياخده من غير ما يفكر وبيطلع يجري علشان يوصله. وهناك اول لما بيوصل بيقابل البنت كنير مساعده جو وكمان بيقابل جو. بس وفجاه وهم قاعدين مع بعض بيسمعوا صوت خبطه رهيبه بتهز المكان كله. بيجروا باقصى سرعتهم وهناك بيشوفوا الكارثه الكبيره. التنين واقف بكل قوته على سطح الاكاديميه بيهدد حياه كل اللي موجودين. جو بيستدعي سبايك وبيطلب من نيمو ان هو ياخد صوفي والبنات كلهم لمكان امن ويهربوا من هنا. بعدها جو بيهاجم على التنين وبيضربه بالمطرقه الجليديه العملاقه بتاعته ضربه قويه جدا على دماغه. التنين بالفعل بيتجمد بس بعدها بثواني بيحرر نفسه وبيهاجم على جو بكل قوته وقوه مرعبه حرفيا. جو بيفهم وقتها ان هو في خطر كبير ولازم يضربه ضربه قاتله يخلص على امه. بيرفع السلاح بتاعه بالفعل وبينزل على راس التنين ضربه قويه بتشق امه نصين. لكن هنا بتحدث الكارثه يا صديقي. التنين بعد ما يموت بيرجع للحياه مره تانيه كالعاده لان نفس فصيله الكوشيس. بيتعصب جدا وبيجمع كل قوته وبيبدا ينفخ النار الضخمه بتاعته بكل قوه. جواف لا حول الله ولا قوه بيصدها بالعافيه والوضع بيكون كارثي يا ساده. لكن في نفس اللحظه بيظهر الولد نيمو وبيدخل لمساعده الولد جو ونيمو وقتها بيستخدم بطاقه التحول. البطاقه دي بالفعل بتحوله للخليفه بتاعته اللي مش عارف اسمه لحد دلوقتي وبيحصل تحول جزئي. بيقدر ياخد وقتها درع الفارس والرداء بتاعه بس للاسف وبيمسك خنجر وبيربطه في حبل. بينط بعدها على التنين وبيضربه ضربه قويه جدا في بطنه وفي اللحظه ديت نيمو بيطلب من جو ان هو يجمد الوحش. جو بينفذ الامر بالفعل وجليد بيجمد التنين والحبل بتاع الولد نيمو لحد ما بيوصل لايد نيمو. كان هيجمد الولد نيمو وقتها ولكنه بيسيب الحبل من ايده ومرضاش ان هو يسحبه علشان الوحش ما يتحررش. وفجاه انا صديقي بعد كده الفارس بيظهر ورا نيمو وبيتكلم وبيقول له ده بقى يا نيمو شكل وحش الكوشي الحقيقي، لازم تفضل ماسك الحبل دلوقتي حالا لحد ما يلاقي الجوهره ويدمرها. وفي نفس اللحظات جو بيلاقي الجوهره بالفعل وبيدمرها تماما. التنين بيتحطم وبتكسر مليون حته زي الازاز وكل
كل اللي حصل دوت قدام كل اللي موجودين. الكل اتصدم من قوة الولد الصغير اللي كانوا بيتريقوا عليه، ده طلع فارس بجد يا جدعان. المهم وبعد المعركة ديت ما خلصت البنت فاري جمعت كل الفريق بتاعها وقعدت معاهم في غرفة القيادة، اتكلمت وقالت لهم ان الوضع خطير جدا ووحوش الكوشي دلوقتي منتشرة في كل حتة ولازم يكونوا مستعدين في اي وقت. وبالليل فاري طلعت تجري على اوضه نيمو وقالت له استعد علشان في حاله استغاثه وعمليه طارئه لازم يدخلوا فيها فورا. وهناك بقى عرفتهم ان في طلب استغاثه عاجل من جزيره ايريس، وقالت لهم ان وحش الكوشه هجمت المكان كله ودمرت كل حاجه، وعلشان كده الفرسان السبعه استعدوا ورتبوا معداتهم وركبوا المناطيد ومتجهين لجزيره ايريس. في اللحظه دي الوحوش كانت بتهاجم فيها مبنى هام جدا في الجزيره علشان تدمر الساعه الرمليه الفضيه. رئيسه المكان واقفه مرعوبه بمعنى الكلمه لان الساعه الرمليه الفضيه ديت مهمه جدا بالنسبه لهم. وقتها ينوميا نطت من المنطاد بتاعها وسط الوحوش بسلاحها وعملت برق ضخم جدا في المكان. اما جو نزل قدام الوحش وضربه ضربه قويه جدا بالسلاح الجليد بتاعته قتله وقتها. اما غيرس اخد شكل الفارس كريس صاحب سيف الظلام المدمر وكان بيضرب كل الوحوش بضربات قويه وسريعه وقاتله. اما شيرلي اتغيرت تماما وبقت خليفه الفارسه ريتشل ملكه اللهب وبدات ان هي تصنع نار قويه جدا زي الاعصار الناري، وده دمر كل الوحوش القويه اللي كانت موجوده حواليهم. وغلدان اخد شكل الفارس جيف فارس التنين وكان ماهر جدا في قتل الوحوش كلها، بس وفجأة لسوء حظه قوته السحرية خلصت تماما وكان على وشك الموت من وحش ضخم قوي. علشان جو يتدخل في اللحظات الأخيرة بسرعة ويضرب الوحش ضربات قوية ويساعد الولد غلدان. وبعدها جو ونيمو اتحدوا مع بعض هما الاتنين، ونيمو طلع سكينة مربوطة بحبل زي اللهيب، قيد الوحش جامد بالسكينة بتاعته، وبعدها جو ضربه ضربة قوية جليدية مميتة. بعدها ينوميا دخلت بكل قوتها قوة البرق المميتة، ضربات يمين وشمال في الوحوش لحد ما قضت عليهم كلهم. وبكده يا صديقي يكونوا خلصوا المهمة بتاعتهم ورجعوا الفرسان كلهم للأكاديمية. غلدان راح يتعالج من الجروح القوية اللي حصلت له أثناء المعركة ولكنه كان مشتت في نفس الوقت وفي حالة غريبة قوي. بعد ما بيخلص بيروح علشان يتمرن أكتر وأكتر، ولكن وفجأة حس بقوة الشر داخلة جواه. القوة ديت حس إن هي مسيطرة عليه بالكامل، وفي نفس الوقت بقى كان جو ونيمو بيتكلموا عن غلدان. جو وقتها اتكلم وقال لبطلنا إن غلدان كان أمير في بلده، ولكن من ساعة ما انضم لينا كفارس وهو مشتت وقوته السحرية بتنهار بسبب اشتياقه لأهله والحياته القديمة. في نفس اللحظة بقى كانت البنت فاري واقفة قدام مجلس الأكاديمية بتديهم تقارير عن اللي حصل في المعركة. رئيس الأكاديمية استغرب من اللي حصل وقال لها لازم نعرف سبب هجوم الكوشن على الساعة الرملية، وكمان أمرها إن هي تاخد بالها كويس قوي من الولد نيمو لأن محدش عارف روح الفارس اللي اندمج معاها. وعلى الجانب الآخر بقى صديقي بيكون غارس والولد جو ونيمو وصلوا للغابة أخيرا في المكان اللي بيكون فيه غلدان، وفجأة شافوه تحول لوحش كبير جدا واستحوذت على قوته السحرية. الكل اتصدم وقتها وقرروا إن هم لازم يستدعوا قوة الفرسان وينقذوا صديقهم من الشر دوت ومش هيسيبوه أبدا كده. وفي تلك اللحظة نيمو اتكلم وقال لهم أنا عندي الحل. استدعى وقتها روح الفرسان اللي جواهم يا صديقي واستخدم ايده الخطافية وسيطر بيها على الوحش. جو استغل الموقف وجمده بالجليد بتاعه في لمح البصر، ووقتها غلدان كلمهم كلهم واتكلم وقال لهم انتوا لازم تقتلوا الوحش ده دلوقتي حالا علشان تخلصوني من الشر اللي مسيطر عليا. الفرسان الثلاثة هجموا على الوحش وبدأوا يضربوه ضربات قوية جدا بالجليد وبالسيف الظلام وبسلاسل الخطاف والخنجر القاتل. نيمو في نفس الوقت قدر اخيرا يوصل لغلدان وبيشده من جوه الوحش ده. وفي اللحظات دي يا صديقي كل طلاب الأكاديمية كانوا متجمعين وبيشوفوا نور طالع من السماء، نور قوي وضخم جدا. وبعدها على طول بيشوفوا غلدان ونيمو واقعين مع بعض هما الاتنين على الأرض. الغريب بقى ان هما كان جنبهم وقتها بطاقة الفارس جيف. بعد كده بنشوف جو غيرس بيهتموا ببلدان بعد ما انقذوه من الوحوش اللي كانت مسيطرة عليه. غيرس ساعتها سأله يا ترى اخر حاجة فاكرها بعد ما قوة الشيطان سيطرت عليك، علشان غلدان يقول لي انا كنت بتدرب قبل ما افقد الوعي، ولكن وفجأة كده وقعت على الارض واول لما فقت لقيت نفسي جوه جسم الوحش زي ما انتوا شفتوا. الكلام ده خلى غيرس يشك ان في قوة غريبة دخلت الأكاديمية ونشرت طاقة الوحوش جواها، وخصوصا ان هي ظهرت قبل كده مع التنين اللي تم اعادة احيائه بنفس القوة وبعدها الشر اللي سيطر على الولد غلدان. اما في نفس الوقت ده صديقي كانت الفارسة فيريا بتعتني بالولد نيمو، كانت بتبالغ جدا بالاهتمام بيه لحد ما بقت مرهقة قوي. ووقتها إلين جت وطلبت منها ان هي تروح تشوف الشغل المتراكم عليها في الأكاديمية وتفكها من الهبل دوت، بس هي كانت شايفة ان فيريا منهكة تماما. لكن بالرغم من كده يا صديقي فيريا صممت ان هي تخلص شغلها كله قبل ما ترتاح. نيمو وقتها كان مستغرب وسأل البنت فيريا ليه البنت إلين بتعتني بيا قوي كده، علشان البنت إلين تقول له البنت فيريا حاسة بالذنب علشان قريتك اللي اتدمرت بسبب الوحوش وهي ما قدرتش تلحقها وانت الناجي الوحيد فيها.
فيها، فهي شايفه دلوقتي ان واجب عليها ان هي تهتم بيك وتعوضك عن كل ده. نيمو وقتها فهم ان دوت مجرد شعور بالذنب مش اكتر، وان هي مش بتحبه ولا حاجه، وان هو عبء عليها كمان، وان اللي حصل لقريته اصلا ما كانش ذنبها من الاول. المهم وفي الليل بقى بنشوف اصحاب نيمو كلهم راحوا علشان يزوروه، قعدوا يهزروا ويضحكوا ويتكلموا مع بعض لحد ما نيمو فجاه كده اتكلم وقال لهم انا نفسي اتواصل مع البطل بتاعي زيكم. ورغم ان هو كان بيمنحه قوه كبيره ولكنه لسه مش قادر يتكلم معاه لحد دلوقتي ولا يشوفه. الكلام ده خلى الكل يستغرب وقتها ازاي لحد دلوقتي مش قادر يتواصل مع خليفته، هو ايه الهبل ده؟ غيث اتكلم وقال له واضح ان في خلل في الخلافه نفسها، ونصحى ان هو يروح يسال البنت صوفي امينه المكتبه، لان البنت دي يعتبر اكتر واحده فاهمه في التاريخ بتاع الابطال وممكن تساعده ان هو يتواصل مع الروح اللي جواه. بس وفجاه دخلت شيرلي عليهم واتكلمت وقالت لهم هي متضايقه ان دوت وقت النوم، وان هم كابطال لازم يحافظوا على القوانين بتاعه الاكاديميه وخصوصا في وقت خطر زي ده، وده لان اضطراب قوه الكوشيز لسه حوالين الاكاديميه محدش فاهم سببها. فيري اعتذرت بالنيابه عنهم وقالت لهم ان هي طلبت التجمع دوت علشان يطمنوا على الولد نيمو، بس فعلا الوضع بقى مخيف جدا ومش طبيعي ابدا. البنت شارل مشيت بعد كده ولكنها كانت متوتره جدا من حكايه نيمو وروح البطل اللي معاه، وخصوصا ان هو لحد دلوقتي مش قادر يتواصل معاه ولا يشوفه. وبالليل بقى يا صديقي متاخر بنشوف نيمو وفيريا شافوا القطه بتاعتها وهي خارجه من الاوضه، وكانت خايفه جدا ان حد يشوفها، وده طبعا لان ممنوع في الاكاديميه القطط وكده، وابتدت القطه ان هي تجري منهم في كل مكان وهم يجروا وراها زي المجانين. حاولوا وقتها يمسكوها بكل الطرق قبل ما حد يشوف اللي بيحصل ده، ولكنها وقتها وصلت لسقف المبنى. نيمو طلع بسرعه علشان يمسكها قبل ما حد يشوفهم، ولكن الخشبه اللي كانت واقفه عليها القطه اتحركت وكانت هتقع. قدر بالفعل في اخر لحظه ان هو ينقذها صديقي قبل ما تقع، ولكن للاسف هو اللي فقد توازنه ووقع على الارض. البنت فارغ خافت عليه جدا وحاولت ان هي تمسكه ولكنها وقعت معاه، وهنا ظهرت روح البطل فجاه، مسكت ايد الفارس نيمو وانقذته من غير ما تقول ولا كلمه حتى واحده. يا نهار ابيض يا جدعان ايه الجنان اللي بيحصل ده؟ المهم بيمر الوقت وعلشان كده تاني يوم راح الولد نيمو للبنت صوفي وطلب منها ان هي تساعده وتواصل مع روح البطل الخاصه بيه. صوفي وقتها طبعا تستغرب جدا وتقترح على انهم يدوروا في سجلات مجلس الفرسان السبعه، لان السجلات دي فيها كل الفرسان من عصورهم القديمه بكل قوتهم ومواصفاتهم كمان. لكن المفاجاه بقى ان هم ما بيلاقوش ولا فارس واحد شبه اللي نيمو بيحكي عنه ابدا، ولا حتى سجل او ارشادات بسيطه تدل عليه. نيمو حس بالاحباط، ولكن صوفي وقتها تطمنه وتقول له ما تقلقش انا هحل لك الدنيا، انا هتوسع في البحث في سجلات اقدم من ديت بكتير ويمكن ساعتها يوصلوا لاي معلومه. وبعدها بنشوف نيمو بيروح للمستشفى بتاعه الاكاديميه بعد ما سمع عن ضحيه رابعه من مجلس الطلبه تعرضت للهجوم، بيلاحظ اثار غريبه على رقبته وقتها وكأن حد ممتص دمه تماما. الكل بيتجنن وبيبداوا ان هم يشكوا ان في مصاص دماء بيتحرك جوه حدود الاكاديميه، لكن فيري وقتها تطلب من نيمو ان هو يساعد البنت شارلي في التدوير عن مصاص الدماء المسؤول عن الحدوث الحادثه ديت ويدمروا امه. نيمو بالفعل بيوافق وبعدها بيروح للبنت كلير وبيطلب منها اي كتب او سجلات لها علاقه بمصاصين الدماء، وبالفعل بيعملوا كده من خلال البحث دوت بيعرفوا ان مصاصين الدماء مش متصنفين كوحوش ابدا، بل بالعكس هم كائنات بتعيش على الدم وخلاص، وناس كتير بتعتبرهم ان هم اشرار علشان طبيعتهم، لكن يا صديقي ده مش معناه ان هم بالضروره وحشين. وفي نفس ذلك الوقت مينا تيجي للولد نيمو وتطلب منه ان هو يجي معاها علشان يدوروا في الغابه على اي اثر لمصاصين الدماء المتوحشين دول، وبالفعل بيتحركوا اثناء ما كانوا في الطريق بتحكي له عن اشاعات بتتقال جوه المجلس، بتقول له الناس متهمين البنت شارلي ان هي مصاصه دماء بنفسها، ولكنها مش مصدقه الكلام ده اصلا. لكن وفجاه يا صديقي بيسمعوا صوت غريب جدا جاي قريب منهم، بيتصدموا وقتها بيطلعوا يجروا يا صديقي علشان يشوف البنت شارلي وهي بتمص دم البنت إيلين كانت واقفه مستسلمه تماما وكانها موافقه على اللي بيحصل دوت وكأن هم متفقين. لكن وفجاه شارلي تشوف ان نيمو ومينا شافوها وان هم كشفوا حقيقتها كمان. البنت بتحاول ان هي تهرب يا صديقي من قدامهم بكل سرعتها، ولكن نيمو بيجري وراها وبيقول لها مش هسيبك لازم افهم الموضوع. ووقتها شارلي كانت بتحاول ان هي تهرب بس فجاه بتظهر لها البطله بتاعتها واللي بيكون اسمها راشيل، بتطلب منها ان هي تقف دلوقتي وما تهربش وتواجه مصيرها من اصدقائها. وفي نفس اللحظات كان نيمو قدر ان هو يوصل للبنت شارلي ووقف قدامها، وهنا شارلي بالفعل بتعترف له ان هي اخيرا مصاصه دماء وبتطلب من نيمو ان هو يسيبها في حالها ولا يقتلها ولا يأذيها ابدا، لكنه بيرفض ان هو يسيبها. وقتها شارلي بترفع السلاح بتاعها وتقول له تعالى لي يلا، بتهاجمه بكل قوتها وبتوجه له ضربات جامده جدا من كل ناحيه، والولد نيمو واقف وقتها ما بيردش عليها بولا ضربه، بيحاول يا دوبك ان هو يتفادى الضربات بتاعتها علشان مش عايز يأذيها. ووقتها شارلي بتساله انت ليه مش بتحاول تقتلني؟ فالواد يرد عليها يقول لها مش عايز اقتلك، انت صديقتي وواحده من الفريق بتاعنا ما اقدرش اذيكي. البنت وقتها قلبها بيتاثر وبتتوقف عن القتال بالفعل وبتقول له لازم تفهم ان انا مصاص الدماء، وانا من صغري بشوف ان البشر دول بيكرهوني
الظلمه وبيحقدوا علينا جامد. وبالرغم ان عيلتي ما كانتش بتهاجم البشر ابدا وكانوا مسالمين معاهم، ولكن البشر قتلوا ابويا قدام عينيا. وحتى لما كبرت اول لما كانوا يعرفوا حياتي بيضطهدوني وبيعذبوني لحد ما انضميت للاكاديميه. كنت حاسه بالفعل بالامان وسطكم، ولكن دلوقتي سري اتكشف ولازم اهرب من المكان. علشان نيني اقول لها بطلي عبط، انا هحفظ السر بتاعك ومتقبلك بالرغم اختلافك ده. البنت بتشكره بكل حزن وبيرجعوا سوا للاكاديميه بالفعل يا صديقي، ولكن مره واحده كده بيلمحوا في السماء وحش الكوشس. الوحوش كانوا شايلين البنت إيلين وبيهربوا بقى المكان بعيد، وساعتها بيجروا وراها علشان يلحقوها. وبعد معاناه كبيره جدا بيوصلوا لمكان البنت إيلين، وفعلا بيلاقوها في مبنى قديم موجود على حدود الاكاديميه. واول لما بيدخلوا بيتصدموا يا صديقي من منى نازله عليهم من السماء، وساعتها بيعرفوا ان منى هي كمان مصاص الدماء، ولكنها عكسهم تماما لان بنت المستفزه بقت روحها لقوه الكوشس. وده يا صديقي لانهم منحوها قوه كبيره جدا، وكمان وعدوها ان هم لما يتحدوا مع بعض يدمروا الفرسان السبعه كلهم. لازم يدمروا كل الفرسان الموجودين في الاكاديميه بلا رحمه، والحكم يرجع لملك الدمار ساعتها. وده مقابل ان هو يعاملها معامله كويسه جدا ويخليها بطله في العالم الجديد، ودوت علشان اتعاونت معاهم ومنحتهم قوتها. منى وقتها تطلب من البنت شارل ان هي تنضم ليهم وتنسى تماما موضوع الفرسان السبعه دوت وتساعدهم في موضوعهم، لكن شيرلي بترفض تماما وبتقول لها ده عند امك، انا عمري ما انتمي للوحوش الشريره المفتريه اللي بتدمر البشر. البنت منى بتتعصب وبتاخد قرارها ان هي تخلص عليهم كلهم، فبتضرب البنت شارل ضربه قويه جدا بالطياره في الهواء، وبعدها على طول بتتجه نحو الولد نيمو وبتبدا مبارزه قويه جدا بينهم. المفاجاه ان قوتها بتكون اكبر من الولد نيمو بفرق كبير جدا، وبتخبطه في الارض وبتقول له اترمي هنا يا حيوان يا ضعيف لحد ما اخلص معركتي مع شارلي. ميمو بيحس باهانه وقتها وبيتعصب جدا وبيقيدها بالسلسله اللي موجوده في ايده، وبيقول لها لا يمكن اسيبك ابدا تنفذي اللي في دماغك. وبالرغم ان مينا كانت قوتها اقوى منه بكتير وبتطوحوا يمين وشمال وبتلعب بيه زي الكوره، ولكن بطلنا قدر ان هو يتمكن منها وقطع دراعها. بس المفاجاه بقى ان الدراع رجع مره تانية، بس المره ده على هيئه وحش قوي جدا وشكله مرعب. ميمو وقتها قرر ان هو يخلص على البنت مينا فعلا، واثناء ما كانت البنت شارلو ومينا في حاله قتال قويه، الدنيا مولعه متدمره حواليهم حرفيا. وفجأة كده الفارس الخاص بنيمو بيظهر وراه بيتكلم وبيقول له حرر رغبة قلبك وانا همنحك قوتي بشكل كامل علشان الخلافة تكون كاملة، وبعدها اختفي تماما. وفجأة بدون اي مقدمات ايد نيمو بتتحول لسلاح خارق، ورجليه بتضرب في الارض كأنها جذور شجرة ثابتة. بتقدر شارل ان هي تزق البنت مينا بعيد يا صديقي بكل قوتها، ولكن وقتها نيمو بيطلق طلقة نارية من السلاح بتاعه بتخبط في البنت مينا، وبنشوفها بتحترق قدامهم وبتختفي تماما من الوجود. بعدها غريس بيروح يدور في كل السجلات والاوراق بتاعت البنت مينا، وقتها اكتشف حاجه مهمه، كانت بتدور على معلومات عن امينه المكتبه اللي كانت ماسكه المكتبه القديمه في الاكاديميه. وساعتها غريس جري بكل قوته على البنت صوفي وبيسالها يا ترى مين امين المكتبه القديم ده، علشان تعرفه ان هو الشخص دوت بيكون اسمه جينو، وان هو بيخدم قوه الكوشس، وان يونوميا اول لما اكتشفت خيانته قضت عليه تماما. لكن وقتها للاسف روحها عملت لعنه قويه جدا في الاكاديميه، والمبنى القديم اللي كان فيه بقى مشهور ان هو مسكون بشبح جينو. ومن وقتها بقى محدش بيقرب من المكتبه القديمه ديت خالص، لان مفيش اي معلومات تانية عن الموضوع. المهم يا صديقي بيعدي كام يوم وبنشوف الاكاديميه لما كانت بتستعد استعداد تام للمهرجان السنوي، وعلشان كده فيريا بتجمع مجلس الفرسان كلهم علشان يتكلموا بخصوص المهرجان. لكن غريس وقتها بيكون متضايق جدا وبيتكلم وبيقول لهم ان الموضوع دوت تافه قوي، والموضوع اللي احنا فيه اخطر من كده بكتير، لازم ناخد بالنا اكتر واكتر، لان عندي احساس غريب ان في حاجه وحشه هتحصل قريب. الواد بيكون متضايق من التفاهه بتاعتهم وبعدها بيسيبهم وبيمشي. جو وقتها بيكون متاكد ان غريس مش قادر ينسى كوشيس، ان هم كانوا السبب في اباده بلدته بالكامل، وان هم ماتوا كلهم قدام عينيه وهو الوحيد اللي فضل منهم. بنشوف الولد غريس لما كان ماشي مش طايق نفسه ابدا وعمال يفكر، بس وفجاه كيلر تطلع تجري وراه تقول له استنى استنى انا مستعد اساعدك، بس هتساعده بشرط واحد لو قبل ان هو يرقص معاه في المهرجان. الواد بيبص لها كده وبيقول لها حلوه قوي، لو قدرت تجيب اي دليل واحد عن المكتبه القديمه عن جينو ساعتها هرقص معاكي. فالبنت ما بتصدق وبتوافق على طول وبتجري علشان تدور على اي دليل. المهم بيمر الوقت وبيجي يوم المهرجان يا معلم، وكل الفرسان وقتها كانوا بيخدموا باقي الطلبه بتاعه الاكاديميه، بيخدموهم بكل فرح وحماس وروح حلوه، لحد ما جت البنت فيريا وقتها وطلبت من نيمو انه يرقص معاها في الحفله. لكن وفجاه شارل قامت قدامها وقالت لها ده عند امك، انا طالبه ارقص معاه من قبلك بكتير. فيريا اتعصبت عليها وقالت لها لا احنا هنسيبه يختار بنفسه. نيمو وقتها كان محتار جدا ومش عارف يرضي مين ولا مين، وفجاه جه غلدان وانقذ الموقف، اتكلم وقال له ان هو لازم يروح يودي الاكل للبنت صوفي في المكتبه بسرعه، والولد
بالفعل ما بيصدق وبيجري. الغريب ان هو هناك بقى بيسأل البنت صوفي ازاي اعرف ان انا بحب حد بجد. البنت تبص له كده وتضحك وتقول له شكلك وقعت في الحب يا معلم. بتبدا وقتها ان هي تفهمه ان الحب دوت حاجه جميله واحسن طاقه في الدنيا الانسان يحصل عليها. ومش بس كده، ده كمان بتظهر باشكال كتير جدا، زي انك تحس ان حبيبك دايما بيهتم بيك ومستعد ان هو يضحي علشانك في اي وقت وكمان يساعدك باي شكل إن كان. بص يا نيمو، الشخص اللي انت بتحس بالمشاعر ديت معاه وهيبقى حبيبك الحقيقي واللي قلبك مرتاح له وعايزه هو. نيمو فضل مبلم وقتها وفهم على طول المفروض يرقص مع مين. رجع بسرعه عند البنت شارل واتكلم وقال لها انا مش هقدر ارقص معاكي في الحفله، وان هو اختار البنت فيريا. شارل اتضايقت بالفعل منه ولكنها قالت له انا بحترم قرارك جدا، وعلى فكره مش هزعل منك ابدا، ودوت مش هيأثر على صداقتنا خالص. في الوقت نفسه البنت كلير كانت بتدور في اطلال مكتبه الاكاديميه القديمه عن اي دليل، بس وفجاه وهي ماشيه وقعت في حفره تحت الارض واكتشفت ان هي غرفه سريه فيها باب خافي كمان. استخدمت ساعتها قوتها السحريه وفتحت الباب دوت ولقت سلالم كتير جدا بتودي على ممر سري. البنت كلير فضلت ماشيه لحد ما وصلت لغرفه في نهايه الممر السري دوت ولقت كتاب طالع منه طاقه غريبه، طاقه شريره، طاقه مرعبه وختم سحر كبير. البنت تجرأت وقربت منه، ولكن اول لما لمسته صرخت بشكل غريب جدا. بعدها ظهرت قدام غريس في الحفله واتكلمت وقالت له ان هي جت علشان ترقص معاه زي ما وعدته، ورقصوا هما الاتنين مع بعض. بس ولكنها اثناء ما كانت بترقص غريس بيلاحظ ان جسم البنت كلير متحكم في قوه سحريه شريره. البنت ساعتها بتتحول لشكل بلوره يا صديقي، وفجاه كده بتتكسر زي الزجاج. وقعت ما بين ايدين الولد غريس ووقتها صرخ بكل قوته وكان مرعوب حرفيا ومش فاهم ايه اللي بيحصل لكلير. بعدها الفرسان والطلبه في الاكاديميه كلهم بيحضروا جنازه البنت كيلر. الحزن بيكون مالي المكان كله، ودوت كله نتيجه لعنه المكتبه القديمه، اللعنه اللي دخلتها البنت. وساعتها نيمو لمح غريس واقف من بعيد كده ورا شجره وكان حزين جدا وبيلوم نفسه على اللي هو عمله. بيقول ان هو اللي خلى البنت كيلر تدخل المكتبه القديمه ديت، وعلشان كده قرر ان هو يمشي ما يرجعش الا لما ينتقم من كل اللي قتلوا كيلر. بيمشي بالفعل وبيسيب الولد نيمو يا صديقي. اما البنت فيريا بقى وايلين كانوا في الوقت دوت كانوا قدام مجلس الاكاديميه، كانوا بيعلنوا عن حمله في غايه الخطوره هي التوجه لمنطقه جبل بركان غور. وده لانهم اكتشفوا ان تحت الجبل دوت مدينه ضخمه جدا بتجمع فيها عدد كبير من قاده الجوشس. القاده دول قاعدين بيخططوا بيحددوا اماكن الهجوم، علشان كده الخطه بتاعت الابطال بتوعنا ان هم يهجموا على القاعده الاساسيه علشان يشتتوهم. مجلس الفرسان ساعتها كان عارف ان المهمه خطيره وقرر ان هو يجمع اقوى الفرسان والقاده، لان خصوصا ان القاعده ديت بيحميها قائد خطير جدا بيكون اسمه جيرمان، القائد الاعلى للكوشس. فيريا اخذت الاوامر منهم وبتكون جاهزه بالفعل وبتجمع كل قوتها وجهزت الفريق بالكامل. اما غيرس كان لسه مستمر في الابحاث بتاعته يمين وشمال، ووقتها بيكتشف حاجه مهمه. بيعرف ان جينو اتقتل على ايد البطله ينوميا، ولكن بعدها ماتت على طول مباشره بسبب اللعنه اللي اصابتها. وللاسف اللعنه دي لسه موجوده في المكتبه وموجوده في قلب الاكاديميه. بيقرر الولد المجنون ان هو يروح هناك ويواجه هذا الشر لوحده. وفي يوم تاني بنكتشف ان البنت فيريا لمت الفريق بتاعها كله واتحركوا نحو الهدف بتاعهم. كانت كل حاجه وقتها متجهزه اشد تجهيز يا صديقي لتنفيذ خطه الهجوم اللي حاطينها. وساعتها جو بيبدا ان هو يتحرك بخليفته سبايك وبيكون هو قائد مجموعه الفرسان في الهجوم الاول. اما بقى عن جلديان فكان القائد التاني وبيهاجم من على الارض مع فرسانه وفريقه. نيمو وباقي الفريق كانت مهمتهم ان هم يدخلوا من جوه المنطقه اللي تحت البركان، وفعلا اول لما بينزلوا من هناك كل واحد فيهم فورا استدعى خليفته وبداوا يهاجموا وحوش الكوشس اللي اعترضت طريقهم وقتها. الوحوش كانت كتيره بشكل مرعب يا صديقي وكمان متمركزه بقوه في المنطقه دي، لكن طبعا فرساننا ما يعرفوش يعني ايه هزيمه وكان قدها وقدود. فضلوا يقاتلوا بكل ما اتاهم من قوه لحد ما قدروا يقضوا عليهم واحد ورا التاني. وفجاه كده بيدخلوا اوضه غريبه مليانه انابيب صناعيه شكلها مرعب. جوه الانابيب دي بقى كانت المفاجاه جنود وفرسان متصنعين بيخدموا ملك الدمار، لكن وقتها فرساننا بيلاحظوا ان في واحده من الانابيب ديت مكسوره ومش واضح ايه اللي خارج منها. بس وفجاه كده يا صديقي هم واقفين على حمراء قويه جدا بتنطلق عليهم. بتظهر من جواها فارسه بيكون اسمها رايدا خليفه فارس الدمار ايرين. ما كانتش لوحدها، لا ده كان معاها كاستر خليفه دولس وفوكس خليفه ميريكو. الثلاثه دول من اقوى فرسان الدمار تحت قياده القائد جيرمان. ومن هنا تبدا المعركه الملحميه. رايدا بتختار فيريا خصم ليها ساعتها وبيبدا مبارزه نار بينهم هما الاثنين. اما فوكس بيوجه هجومه الملحمه على البنت شيرلي وبتبدا بينهم معركه شرسه جدا. نيمو اللي كان عليه العين كلها كان منصبه كاستر، والراجل دوت كان قوي وشرس بشكل عنيف ومخيف. الثلاثه فرسان الابطال بتوعنا من فرسان السبعه ضد ثلاثه من فرسان الدمار، والحرب مولعه خير ضد الشر. الدنيا نار شرار. وفي نص القتال كده كاستر بيتكلم وبيقول لنينو هو انت ليه مش مركز في القتال معايا؟
نيمو وقتها بقى بيخطط لفكره جهنميه وبيتكلم مع الولد كاستر وبيحاول ان هو يلهيه، بيقول له انا فارس اختارنا القدر وليا طريق تاني في الحرب دي. وفجاه نيمو بيستغل لحظه انشغاله وبيفلت من ايد كاستر وبيجري ناحيه البنت فاريا، بيدخل علشان يساعدها ضد البنت رايدا والاتنين اللي بيهاجموها بكل قوتها، بس رايدا وقتها كانت قويه جدا. البنت بنت المجنونه تتصدى الضربات بتاعتهم بهلتها الحمراء اللي كانت مدمره. بس على مين يا بنت انت؟ لو انت نينجا فانا نيمو ملك الفرسان. قدر ابن الخبيثه يغفلها وجرحها بالفعل. وقتها خطه بطلنا نيمو بدات ان هي تنجح، ورايدا اتعصبت جدا على كاستر وقالت له انت فاشل ابن فاشله. بدات تصب غضبها كله على كاستر لانه فشل ان هو يمنع الولد نيمو يهرب منه. كاستر بيتعصب جدا وبيوصل في اللحظات ديت وبيبدا ان هو يهاجم الولد نيمو بكل قوته، بيصرخ في باعلى صوته وبيقول له انت جبت لي الكلام، انت ازاي تهرب وتسيبني وتروح تحارب حد غيري؟ انت جبان يالا، انا خصمك مش هي. بالرغم ان هو كان بيصلح غلطته، ولكن رايدا وقتها تتعصب عليه مره تانية وتقول له انت فاشل يا حبيبي، انت مش قادر تنفذ الخطه بتاعتك، انت تروح تقعد جنب امك يالا. الكلام ده بيولع الولد كاستر يا صديقي وبيرفع السيف بتاعه وبيبدا يهاجم رايدا، بيقول لها ازاي تهنينا قدام الاعداء بتوعنا، وبيحاول ان هو يقتلها من شده الغضب. المفاجاه والغريب بقى ان نيمو بعد ما عمل كل اللبخه ديت وقف قدامه وصد الضربه بتاعته وقال له ما اسمحلكش يالا، انا مش هخليك تقتلها ابدا، انا مش هنا علشان انصر ملك على ملك، انا مهمتي الحفاظ على السلام وتوازن العالم. عرفت ليه بقى انا قلت لك من شويه ان انا مختلف عن باقي الفرسان كلهم؟ المفاجاه والصدمه اللي ما كانوش يعرفوا ان القائد جيرمان واقف من بعيد بيراقب كل اللي بيحصل ده. اول ما سمع كلام بطلنا نيمو في اللحظه ديت فهم ان هو دوت نيمو الفارس اللي اتكلم عنه النبلاء. ايوه يا جماعه هو ده الفارس المختلف اللي هيغير القوانين كلها. بس ولكن جيرمان اتعصب جدا وقال له ده عند امك يالا. بدا يستدعي قوه ملك الدمار علشان يسحق الفرسان السبعه والجيش اللي معاهم ويدمر الولد نيو بالاخص. وبالفعل قوه الكوشيس بدات ان هي تزيد بشكل غير طبيعي واعداد الوحوش كترت جدا. الكل هاجى على بعضه ودخلوا في قتال دم وملحمه مش عارفين نهايته ايه. اما بقى على صعيد اخر في نفس الوقت بنشوف غريس في المكان اللي وقعت فيه البنت كيلر قبل كده. الواد وقتها بيدخل الممر وبيفتح الباب وبيلاقي قدامه ضريح واضح ان الكوشيز هم اللي عاملينه. في النص التاني بيكون واقف تمثال معاه جوهره بتشع طاقه دمار خاصه بالكوشيز. الواد واقف لا حول الله ولا قوه مصدوم من اللي هو بيشوفه دوت مش فاهم اي حاجه. لكن وفجاه المكان كله بيتملي وحوش من جنبه يا صديقي بتظهر قدامه من كل اتجاه. يا نهار ابيض يا جدعان، الواد وقع في مصيده وشكل ليله امه سودا. بالرغم ان الواد عارف ان نهايته خلاص قربت وان الوضع مستحيل، ولكنه ما كانش عايز يستسلم زي كيلر. بدا بالفعل يرفع السيف بتاعه استعدادا للمعركه الطاحنه الدمويه. وفي المعركة الشرسة ديت نيمو فهم ان ابطال الدمار دول اخضعوا روح الابطال اللي جواهم بسحر التملك، واتقيدت ارواحهم واستسلمت المجموعة من الابطال المتصنعين وبقوا اتباع ملك الدمار. في الوقت نفسه جارس كان بيحارب وحوش الكوشيز اللي لقاه تحت المكتبة مستخبيين هناك. اما ابطالنا التانيين كانوا شايفين ان الوحوش قوتها زادت بالفعل وبقى الموضوع صعب عليهم، ولكن قرروا ان هم مش هيستسلموا. جيرمان واقف يتفرج بكل برود وبيقول انا خلاص هحكم العالم على بعد خطوات. وساعتها بيستدعي قوة التمثال اللي جوه الضريح وبيطلب منها ان هي تمحي قوة ابن الدمار الحقيقيه. بعد كده بنروح عند بطلنا نيمو اللي كان واقف قدام فرسان الدمار اللي كانوا بيتباهوا بقوتهم لحد دلوقتي. لكن وفجاه فقد ثقه اعصابه تماما ويقرر انه يستخدم كل قوته مره واحده وبيجمع طاقه بشكل خطير جدا، بيضرب ضربات مميته وقاتله يا صديقي من غير ما يفرق بين عدو ولا صديق، لحد ما فجاه ضربه منهم بتوصل لكاستر نفسه. وقتها على طول ابطالنا بيفهموا الحقيقه وبيقولوا ان فارس الدمار دوت عنده نقطه ضعف قاتله، ما بيعرفوش يتحدوا ولا يتعاونوا مع بعض وكل واحد شايف نفسه ان هو الملك الحقيقي. بعد شويه يا صديقي بنشوف كاستر وفوكس ورايد بيحسوا بألم شديد جدا جواهم، وده لان ارواح الابطال اللي كانوا مسخرينها ابتدت ان هي تتمرد، وفعلا ارواح الابطال بتتكسر والقيود تتحرر بالكامل. ساعتها نيمو بيتكلم وبيقول لهم احنا مختلفين عنكم بالفعل، روح البطل بالنسبه لنا مش اداه ولا سلاح، واحنا كمان عندنا اتحاد بين القلوب بين البطل والفارس. الكلام دوت بيصدم فرسان الدمار لان مش ده اللي اتعلموه من جيرمان ابدا، هو ما قالهمش اي حاجه عن الموضوع ده. في اللحظه دي كاستر بقى قرر انه يوقف الكلام دوت ويقتل نيمو حالا، وفجاه قوه الكوشيز تتحكم فيهم، بيتحولوا لوحوش بس شارل بتتدخل وقتها بتهجم على كاستر، وساعتها بيعرفوا ان هي مصاصة دماء، وهوب ضربة قاتلة منها تقتل كاستر بلا رحمة. فوكس بيطلع يجري من المكان يا صديقي وبيهرب ومش مصدق اللي بيحصل. اما رايدا بتقف قدامهم وبتقرر ان هي تواجه نيمو بنفسها. اما عند غيرس كان لسه بيحارب الوحوش القوية اللي قدامه بيتفاجئ ان البنت سوفا بتيجي وبتبدا ان هي تساعده، بتطلب منه ان هو يخرج معاه من المكان الملعون دوت وهي تفهمه الحقيقة. وبنرجع مرة تانية يا صديقي لنيمو،
بيطلب من بقى اعضاء الفريق بتوعه ان هم يروحوا لجيرمان يقتلوه ويسيبوا له البنت رايدا ديت، وبالفعل بيعملوا كده وبيسيبوه وبيمشوا. وقتها بيتكلم وبيقول له رايدا انت عارفه ان احنا بنعتبرك اختنا، لكن رايدا بكل غضب بتتهمه ان هو خاين ولازم يدفع الثمن غالي، وبتفضل توجه له ضربات قويه. الواد بيحاول يدافع عن نفسه بكل الطرق وبيحاول يفهمها ان هي ممكن تتغير في يوم من الايام وتنضم ليهم، لكن لا حياه لمن تنادي البنت ما بتسمعوش وبتهجم عليه بكل قوتها تاني، لحد ما الواد بتعصب وبيضربها ضربه قويه تطيرها بعيد، وساعتها بتفقد الوعي تماما. بتحس ان هي خلاص هتفارق الحياه، لكن البطله ايرين بتتواصل معاها بتطلب منها ان هي تستجيب ليها وتحارب الشر. ووقتها رايدا بتحس بصعقه بتضربها بكل قوتها، ونيمو وقتها بيفهم ان هي سمعت صوت بطلتها. برضه بيحاول ان هو يساعدها، ولكنها بتطلب منه ان هم يروحوا للولد جيرمان علشان تعرف منه الحقيقه. في نفس الوقت بقى فوكس كان وصل لجيرمان وكان منهار وبيصرخ فيه الحقنا احنا بنموت يا عم، ده مش اتفاقنا ابدا، انت رميتنا في الشر وسبتنا كده. جيرمان كان واقف قدامه بكل برود وبيتكلم وبيقول له ايوه فعلا انا وعدتكم ان انتوا تكونوا اقوياء، بس للاسف انا خبيت عليكم حاجتين. اول حاجه بعد فتره هتعانوا من القلق بشده لانكم مش هتعرفوا تسيطروا على ارواح الابطال اللي جواكم، وتاني حاجه ان انتوا مش من البشر، لا والله ده انتوا مجموعه ابطال انا اللي صنعتهم، يعني دلوقتي اقدر اتخلص منكم تماما بكل سهوله. وفجاه جيرمان بيستخدم سحره وبيضرب فوكس ضربه عنيفه جدا، خناجر سحريه قويه بتنزل عليه واحده ورا التانيه لحد ما بيموت. جيرمان واقف يبص على الجثه وبيتكلم بكل جنون وبيقول انا ابن الدمار الحقيقي ومستعد اضحي باي حاجه علشان اقتل الولد نيمو. وفي اللحظه نفسها فيري وشيريا بيدخلوا على جيرمان وبيقولوا له اللعبه خلصت خلاص، دلوقتي لحظه موتك يالا، علشان جيرمان يسخر منهم ويقول لهم وجودكم زي عدمه، انا مستني البطل الحقيقي، انتم مجرد قرابين لملك الدمار. وعلى الجانب التاني غيرس كان بيكتشف حقيقه الولد نيمو من البنت صوفيا. بنرجع تاني عند ابطالنا اللي ما كانوش قادرين يوقفوا هجوم الولد جيرمان الشرس، ما كانش عندهم ادنى فكره ازاي يوقفوا واحد بالقوه العملاقه دي، لكن فيريا ما استسلمتش ابدا وهجمت عليه بكل قوتها، ولكنه رماها بضربه قويه جدا يا صديقي خلاها تطير لبعيد. وقبل ما تقع على الارض الولد نيمو بيظهر وبيلحقها، وساعتها جيرمان فرح ان البطل الحقيقي وصل وان هو دلوقتي لازم يقتله علشان يفتح المجال لملك الشياطين، وبكده جيرمان هيكون اقوى بشر على الارض كلها هو ابن الدمار الحقيقي. ولما رايدا سمعت الحقيقه بانها كانت مجرد لعبه في ايد الولد جيرمان وان اصحابها المختارين دلوقتي كلهم ماتوا، هجمت على الولد جيرمان بكل قوتها وكانت غضبانه، ولكن قوتها المهوله ديت ما اثرتش فيه ابدا. الواد بيجدد جسمه بسهوله وكمان وجه لها ضربه قويه قضت عليها. اما المعلم نيمو لحد دلوقتي ما كانش مصدق ان هو المختار من ابناء الدمار وان هو اللي عليه اللعنه علشان يدمر العالم كله لحضور ملك الشياطين انستر. وعلى الجانب التاني غيرس بتفاجئ من البنت صوفيا برضه ان هي عارفه بلعنه المكتبه القديمه وان هي واحده من اللي اتصابوا بها، ولكنها بتحاول تبطئ بسحرها مفعول اللعنه، واي حد هيعرف باللعنه ديت بعد كده هيحصل معاه زي ما حصل مع نوميا وكلير وهيموت على طول. لكن بالرغم من كده هو اصر يعرف سر اللعنه وخيانه جينو امين المكتبه القديمه ليهم، ومن هنا قعدت صوفيا تحكي له اللي حصل زمان بالفعل. اما عند نيمو بقى يا معلم كان بيتعذب بشده على ايد جيرمان قدام البنت فيريا وشيري اللي كانوا متقيدين وقتها بقوه الشر ومش عارفين يتحركوا ابدا، لكن وفجاه تدخل عليهم إيلين بشكل بطلتها في نسيا ملكه التحكم في الوقت. الغريب ان جيرمان ما بيكونش عارفها فبيسيب الولد نيمو علشان يروح يعرف مين ديت بالظبط. وهنا بقى إيلين بتقول للجيرمان يا معلم ان اللعبه بتاعته الحقيره خلاص اتحسمت وان هو هيموت، وده لانها معاه قوه فينيسيا للزمن وبتعرفه ان لعنه الزمان والمكان هتقف دلوقتي. بدا يخرج منها تعويذه غريبه سحريه بتغطي المكان كله وبتقول ان الحرب بقت بينهم هما الاتنين دلوقتي. اما على الجانب التاني عند جو غلدان كانوا في مكان الطقوس يا صديقي وبيشوف ان المكان بيتغير شكله بالكامل، واضح ان المهمه السريه خلاص بدات. اما عند جيرمان كان الغضب ركبه خلاص وساعتها وجه ضربه قويه جدا لإيلين، لكن البنت طلعت نينجا جباره وبتوقف كل شيء بتحكمها في الزمن وبترجع له الضربه وكانها رجعت بالزمن لورا. جيرمان واقف مصدوم ومش عارف يتصرف ابدا وشايف خاتم القوه بتاعه بيتدمر قدامه. إيلين بتقول له انت مستحيل تغلبنا اصلا لان انا شفت المعركه ديت قبل كده وعارفه نهايتها وعارفه نهايه العالم الحقيقي. وهوب يا صديقي غفلته ودمرت خاتم جيرمان تماما وقوته انتهت بالفعل. وبعدها رفعت سحر توقيت الزمن عن المكان علشان يقوم الابطال ويشوفوا هزيمه جيرمان على ايديها، ولكنها بتبص لاصحابها بتلاقيهم واقعين على الارض. البنت فجاه بتبص لاصدقائها بتقول لهم انا دور انتهى البقى عليكم، وبعدها بيغمى عليها. وبالفعل نيمو وفاريا بيستعيدوا قوه الخلافه وبيجروا هجوم على الولد جيرمان بكل قوتهم بغضب ملوش مثيل. وهاتك يا ضرب يمين وشمال وفين يوجعك يا معلم. جيرمان واقف مصدوم من ضرباتهم ومش قادر يعمل اي حاجه، بيجمع كل قوته وبيضربهم بقى وبيوعدهم ان هو يدمرهم كلهم هنا المعركه بانتصاره لانه ابن الدمار الحقيقي. وبالرغم ان فاريا بتتصدى الهجمات بتاعته وبتحمي اصحابها بدرع واقي، ولكن جيرمان كان جبار حرفيا. الضرب بينهم ما كانش بيقف ابدا وجيرمان اتجنن من صمودها قدامه. وقبل ما نيمو يضرب ضربته القاضيه كان جيرمان ابن المستفز سبقه خلاص وجه
وبتوجه لنيمو ضربة مميتة، لكن اللي قدرت تلحقه من الضربة المميتة ديت هي البنت رايدا. نيمو بيقف وبنشوف في لحظتها اقوى تحدي بين نيمو وجيرمان. نيمو جمع كل قوته وضربه ضربة قوية جدا يا صديقي، ومن شدة الضربة بتاعته الطاقة خرجت من بطن البركان، وبدأت ساعتها وحوش الكوشس ان هي تنهار لوحدها واحد ورا التاني قدام الفرسان. واما نيمو ما كانش عارف يوقف القوة اللي خرجت منه. القوة مرعبة شقت الجبل والبركان وصلت لحد السماء بشكل مذهل. الكل واقف شايف القوة ديت وهو مصدوم، لدرجة ان البنت سوفي في الأكاديمية كانت شايفة القوة ديت، وعلشان كده وقتها الكتاب اللي كان مختوم بالسحر في قابو المكتبة هو كمان بيتفتح فجأة وبتنطلق منه نفس القوة اللي خرجت من الولد نيمو، بتوصل هي كمان للسماء. وفي ذلك الوقت الفرسان انتصروا وقضوا على الولد جيرمان تماما، ولكن المكان كله كان بينهار وكأنهم لازم يهربوا. رايدا طلعت تجري معاهم واتكلمت وقالت لنيمو ينساها وان هي انقذته زي ما سبق وانقذها كده، لانه مهما يعمل هيفضل ابن الدمار وابن ملك الشياطين الحقيقي، مفيش هروب من الحقيقة. بتبتسم البنت وبتجري، وبعد كده الابطال بتوعنا بيخرجوا بقابل جو غلدان وباقي الفرسان. كانوا فرحانين جدا لما فاريا اعلنت ان المهمة تمت بنجاح، بس ده بيحلموا والله. المهمة ما تمتش بنجاح وجيرمان قدر يرجع للحياة مرة تانية بقوة سحرية هائلة. بيلاقي وقتها قوة اللعنة موجودة على جسمه. بعدها بنشوف شبح البنت سوفي وكأنها ملك الدمار الحقيقي، بتقول له خطتي مشيت مظبوط وان انت كنت لعبة بالنسبة لها علشان تستغل قوة البنت إيلين في الظهور مرة واحدة لانها مش قادرة تتحكم في الزمن، وان هي خلاص فهمت القوة الحقيقية بتاعتها والساحة فاضية ليها لوحدها، وان دوره خلاص انتهى وهي هتدمر العالم دلوقتي. في نفس ذلك الوقت رايدا كانت مستخبية في المكان وسمعت كل حاجة اتقالت، لكن بعد كده بنشوف الولد نيمو كان محبوس في زنزانة فيها ختم السحر. بتيجي بعدها فاريا وإيلين علشان يعرفوا ان هو اتعاقد مع روح جينو وان هو خليفته الحقيقة دلوقتي. وهنا بالفعل بيجي غيرس وبيأكد على الكلام بتاعهم، والكل بيعرف وقتها ليه جيرمان كان بينادى على نيمو بابن الدمار الحقيقي. بعدها بيتجمع كل فريق الفرسان يا صديقي وبيحكموا على الولد نيمو ان هو كان كذاب وان هو ابن الكوشز الحقيقي، وان هو متعاقد مع روح جينو الخان، وعلشان كده شكله مطابق تماما للرسوم اللي كانت في الكتب القديمة. لكن غلدان كان رافض الفكرة تماما وقعد يفكرهم ان نيمو عمره في حياته ما خانهم وان هو دايما كان واقف في ظهرهم وبيساعدهم. بس غيرس كان شايف بقى عكس الكلام دوت تماما وان نيمو لازم يموت دلوقتي حالا، ولكن غلدان وقف قدامهم وقال لهم انا مش هسمح بالموضوع دوت ابدا ولازم اثبت براءة نيمو. وبعد الاجتماع راح للولد نيمو علشان يستجوبه وكشف ايده اللي بتكشف ان هو من وحوش الكوشز. اتفاجئ وطلب من نيمو ان هو يحكي له الحقيقة من غير لف ودوران وهيساعده، وبالفعل نيمو بدأ يتكلم وبيقول له انا دخلت الاكاديمية بارادته وما كنتش ناوي اذي اي حد ابدا، بالرغم من كده الحوادث اللي حصلت دي ما كانش ليها اي ذنب فيها والله، وان خطيئتي الوحيدة ان انا خبيت حياتي لان مش بشري، وان انا بطل متصنع في معمل جيرمان وانا هربت منه وقتها. هربت في وسط الدمار اللي كان بيحصل في القرية وقتها اول ما الفرسان شافوني، وانا مستعد للموت ولكن مش هأذي اصدقائي ابدا. في نفس اللحظة فاري كانت سمعت كل حاجة وقررت انها تكشف الحقيقة مهما كان الثمن، وعلشان كده راحت للبنت يونوميا طلبت منها تعرفها الحقيقة كلها، ولكن يونوميا عرفتها ان اللي يعرف الحقيقة اللعنة هتصيبه زي ما حصل لها قبل كده. بس الغريب بقى ان فاري كانت موافقة. يونوميا بالفعل اخدتها للمكان اللي بدأ فيه كل شيء وفتحت بوابة سرية، واول لما دخلت جوه عند الكتاب الملعون علشان تشوف الحقيقة غبار كتير انتشر في المكان وحاط البنت فارية وشافت وقتها اللي حصل في الماضي. وعلى الناحية التانية بنشوف غلدان كان بيحاول يقنع واحد من اللي هيحاكموا الولد نيمو ان هو كان خاين، ان هو يديله فرصة تانية علشان يثبتوا الحقيقة. بيقدر يقنعه بالفعل، وقتها شارل بتعرف اللي بيعمله غلدان، بس هي بتقول بشكل مباشر ان اللي بيعمله دوت صح وان هي واقفة في صفه. والمعلم جوه كمان كان متلخبط وشاكك انهم عايزين يخلصوا من الولد نيمو باي شكل من الاشكال وان في في الموضوع، لحد ما فجأة بتظهر صوفا قدامه وبتبدأ تغريه وتقول له هتشك في الموضوع، الولد دوت خاين ولازم يتعدم بالفعل. قدر يخضع للكلام بتاعه وخصوصا ان هو معجب بها بالفعل. اما البنت فارية بقى شافت الحقيقة في قبو المكتبة، قررت تروح للمكان اللي قابلت فيه نيمو قبل كده وقعدت تدور هناك لحد ما لقت جوهرة حمراء صغيرة وجنبها صورة للولد نيمو مع ابوه وامه، كانوا بشريين حقيقيين، وساعتها بتفهم الحقيقة كلها. لكن فجأة رايدا بتوصل عندها وتفتكر ان فارية جايه علشان تقبض عليها، وبتحصل معركة كبيرة جدا بين فارية ورايدا، معركة قوية جدا يا صديقي، قوة النور ضد قوة ايرين النارية. وفي اللحظة ديت فارية بتوجه اقوى ضربة عندها الرايدا وبتسحقها وبتوقعها على الارض، لكن بتتفاجئ ان الرايدا بتقوم بكل سهولة وبتستدعي قوة الملكة ايرين. البطلة ايرين وقتها بتكلمها وبتأمرها ان هي تطلق النار عليها بكل قوتها علشان تكشف الحقيقة وتوجه الكذب اللي بيحصل في الأكاديمية. وفعلا رايدا بتقوم في وقتها بتعمل عاصفة نارية ضخمة بتشعل المكان بشكل جبار. واما عند الغلبان نيمو كانت محاكمته خلاص شغالة وكل شايف ان هو لازم يموت،
لكن في اللحظات الأخيرة غردان وشيرلي لحقوه بأمر من الإمبراطور ووقفوا الإعدام لحين انتهائهم من تحقيقات. بس صوفي تتجنن وقتها وتقول لهم إن هي تنفذ حكم الإعدام مهما كانت العقوبة بتاعة الإمبراطور ليها، ولكن فجأة برق ضخم يضرب ساحة المحكمة كلها. تنزل فاريا قدامهم وتواجه الولد نيمو بالجوهرة الحمراء اللي هي لقيتها في القرية اللي لقيته فيها قبل كده. وهنا نيمو يعترف وقتها، يعترف إن هو قتل واحد بيكون اسمه نيمو وهو ده البشر الحقيقي، وسرق هيئته، سرق كمان ذكرياته علشان يعرف يعيش بين البشر. ولكن بعد ما الحقيقة ظهرت دلوقتي هو مستعد يموت ويداس على وش امه دلوقتي ولا انه يرجع للكوشيس مره تانية. الواد محبط تماما، ولكن فجأة فاريا بتفاجئه ان هي مش جايه علشان تقتله ولا حاجه، هي جايه علشان تحميه. بعد كده فاري بتهرب هي والولد نيمو علشان يثبتوا براءته، وبيلاحظ وقتها ان البنت رايده مشتركه معاهم في الخطه دي. في نفس الوقت ده في الاكاديميه كان موجود مصيبه هناك، وده بسبب اطلاق قوه دمار قويه جدا من الكتاب اللي كان موجود في الضريح. غارس وقتها بيروح يطلب من البنت صوفي ان هي تديله قوه كافيه علشان يقتل الولد نيمو، فالمستفزه بتقول له تعالى لي، وبتستغله وبتحوله لخادم للكوشيس. اما عند نيمو بقى كان بيعرف البنت فاري ورايد ان السبب في كل دوت هي البنت صوفي، وان هي بتخدم الكوشيس بالفعل ولازم يرجعوا علشان يواجهوها. ولكنهم اثناء ما كانوا في طريقهم فجأة كده شيرلي وجو وغلدان بيقفوا قدامهم علشان يقتلوا نيمو. بس رايدا بتقف قدامهم وتقول لهم ده عند امكم، بتمنعهم ان هم يأذوه. ساعتها بتبدأ تقاتلهم، وبعد شوية بتعرفهم ان هم غلطانين بالفعل، وان البنت صوفي بنت الخبيثة هي السبب في اللي بيحصل دوت، ومن الاحسن ان هم يرجعوا علشان يعرفوا الحقيقة. لكن وهم واقفين جو بيستحوذ عليه وحش من وحوش الكوشيز وبيبدأ ان هو يقاتل اصدقائه. اما فاري ونيمو فبيوصلوا لمكان الضريح قدام الكتاب بالظبط. روح جينو وروح ينوميا بيعرفوهم وقتها ان هم كانوا حبيبين زمان من مئات السنين، واثناء الحرب قدروا يدمروا ملك الدمار وحبسوا قوته الشريره في الكتاب اللي قدامهم. وعلشان يضمنوا ان الكتاب دوت ما يتفتحش جينو ضحى بحياته وخلى روح هي الختم اللي مقفول بيه الكتاب، وكمان حطوا عليه لعنه شديده اي حد يقرب من الكتاب تصيبه ويموت. ودي بالظبط اللعنه اللي ماتت بها البنت ينوميا. لكن وفجاه كده يا صديقي ظهرت من وراهم البنت صوفي الغداره، عرفتهم ان الكلام اللي قالوه جينو وينوميا حقيقي بالفعل، وان هي حضرت المعركه ديت من مئات السنين. هم ماتوا هي قدرت تعيش بقوه الكوشيز لانها كانت بتنتقل من جسم لجسم عبر الزمن، عايشه بقالها مئات السنين مستنيه اللحظه اللي تقتل فيها البطل اللي هيستحوذ على روح جينو. في الوقت ده البنت فاري بتتعصب جدا وبتهجم على صوفي علشان تحمي الكتاب منها. لكن المفاجاه بقى ان غريس بيظهر وبيقطع ايد نيمو وبيقتله. فاري بتجري على نيمو وهي مخضوضه وبتشوفه بيموت بين ايديها. اما البنت صوفي فبتقتل الولد غريس تماما. بتروح بعد كده الغداره على الكتاب بتاع الزمن وبتفتحه وبتحرر قوه الدمار. لكن الشيء الوحيد اللي ما كانوش عاملين حسابه هو البنت إيلين، ودي قدرت ان هي ترجعهم بالزمن لورا. نيمو بيستيقظ مره تانية، ولكن صوفي قدرت ان هي تلمس الكتاب واطلقت قوه ملك الدمار. اتحولت لوحش عملاق جدا ودمرت الدنيا كلها، والوحوش ملت المكان كله. وفي الوقت نفسه كل الابطال اتجمعوا وابتدت الحرب الاخيره بينهم لغايه ما البنت فيريا ونيمو بيقرروا ان هم يقتحموا درع صوفيا. في الوقت ده غريس بيظهر وكمان وبيقول لهم انا هساعدكم. بالفعل بيساعدهم بكل قوته، بيستخدم القوه الشريره اللي جواه، بيعمل فجوه في درع ملك الدمار وبيخلي جينو وفيريا يدخلوا. ومن هنا جينو وفيريا يبداوا يحاربوا البنت صوفي. بالفعل صوفي وقتها اتشكلت على شكل غريب جدا يا صديقي، ونزلت فيهم ضرب من كل الاتجاهات. جسمها اتحول لمدفع وعماله تطلق عليهم نيران بكل قوتها، لحد ما في الاخر نيمو وفيريا بيقدروا ان هم يتحدوا سوا ويوحدوا قوتهم ضد صوفيا دي. ولان قوتهم هما الاتنين كبيره جدا يا صديقي بيحصل انفجار ضخم في المكان. لكن صوفي بتستخدم خباثتها وبتطلق الدمار كله في العالم وبتغرق العالم في الدمار. علشان نيمو وقتها يقول ما بدهاش بقى، وبيستخدم ورقته الاخيره، بيطلق قوه الكوشيز اللي موجوده جواه بتحول لوحش وبيبدا يهاجم البنت صوفي بكل قوته. علشان صديقي العزيز بعد شويه نشوف احلى نهايه سعيده بعوده حياه الابطال، خروج فاري ونيمو حبيبين مع بعض شايلين كتاب الدمار لمكان محدش يقدر يوصل له ابدا. وبس لحد هنا يكون الانمي بتاعنا خلاص خلص. وفي النهايه ما تنساش تعمل اللايك الرايق بتاعك وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.